من الحياء والخجل. يعني شفت بقى يا فندم الناس بتحترم مين؟ الناس بتدخل مين منصتها؟ روح بعدك ولد، بعدك ولد. كل واحد نفسيته، من النفسيات هيدي خلص مستحيل يفوت على راسي. هي طلعت مشهورة بعد ما ضل خلص أقسام أيمان مش طبيعية، مش طبيعية. طلعت اللي عندها اللي أنا بعت لها إياها إنه فعلا هو غير صادق، وإنه دايما لها إنه يسيء لي. هرب من المنصة، هرب ورجع يسيء. تمام. فأنت بكفيك يا بابا إنه ظهر قدام العالم إنه غير صادق، وبكفيك إنه ظهر قدام العالم ومتقبل شتيمة الدولة. تعال بقول لك خلاف يعني شخصي بينكم، أي خلاف شخصي، هذا انتماء لوطن. يخرب بيتها، أنا ما شفت زيها. حاطة منتدى هلا، حاطة قصة حياتها بصر مين؟ انت يا باكستانية، انت يا الخرع يلي على السطح. انت تفكريني بتأثر بمنتدياتك وهبلك؟ يلا 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 بتشا بتشا. انا ما بدي نفر يعمل بتشا بتشا جنجا جنجا. يلا بنغال يلا. واحد نفر يسوي جنجا جنجا. أردو. على مستحيل. فالأهرامات اللي بناها مين ما يحكي إنه مين بناها؟ اللي بناها يا جماعة هم أهل مصر، المصريين القدماء فقط. وهذا ثابت حتى في القرآن في السنة. الله ينور عليك. ثابت. يعني اطلع يا قرآني بعد لي اياهم هلا اقول لكم. انا راح اكتب لكم عن هذا المنتدى عندي المنتدى ان شاء الله، ان شاء الله اليوم اكتب لكم كاملا. أنا إيمي، أنا دلوعة، أنا بدور وبشقط على عين الناس. رقصني أنا، دلعني أنا، محاميحه فين والدنيا خلاص. أنا لا محاميحه، حوش صاحبك عني رجب. الله يحرق أختي. نسيني بوصلها. فيعني دعم هاي القنوات لا يجوز شرعا، وتبعت حد يشتم حدا ثاني لا يجوز شرعا. فانت اذا عندك مصلحه ماليه، انا بحكي عن واحد اخر، عن هذول الاثنين، وتعرفني يا بابا صلاح، مصلحه ماليه تطلع تشتم بابا صلاح، ومش اول مره. قبل ذلك هي الفيديو ببعث لك اياه يا بابا صلاح هلا اذا بدك تعرضه، انه شو شتم بالفاظ قذره. بابا صلاح اللي كتب عيب. يلا يلا يما طيري. المهم، فايمي كاذبة، أشيرات تردوش عليها. وبلشت تفلسي يا ايمي، بلشت تفلسي وتجيبي لورا. افلستي والله لطحن راسك طحن. وطقي موتي طقي موتي. خرستلك صلاح المنبر اللي كنت تطلعي عليه. يلا يلا بلا قرف. ناقص علينا لباكستان تلاقي ريحة شعارها طالعة من الزيت اللي بيحطوه على راسه. ما انتي صلعة، ما انتي صلعة، شفناكي يا صلعة. كانت معكم هلا الجمل تحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. يعدمني إياكي يا فخرية، بتموتي إذا ما كل يوم تبهدلتي.